تخيلوا معايا كيكة بمعلقة الأكل. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة بسيطة، وصفة عبقرية، وصفة ألمانية للإنجليش كيك. اسمها وصفة 12 معلقة. بأسهل طريقة هتطلع الإنجليش كيك وهيطلع معاكي بالجمال والطراوة دي. تطلع معاكي كيكة هشة زي السفنج بالظبط. لو أول مرة تشوفيني، أنا هبة ودي قناتي. ادخل قائمة المحتوى، قوليلي رأيك في التعليقات، ويلا نبدأ وصفتنا على طول. اللي هنحتاجه في وصفتنا 3 بيضة، 12 معلقة دقيق، 12 معلقة سكر، 12 معلقة لبن، 12 معلقة زيت، فانيليا، معلقة كاكاو دي اختياري، نص كوباية جوز هند ودي اختياري برضو، وكوباية زبادي. وبس كده، دي كل اللي هنحتاجه، ومعلقة طبعا عشان نعاير بيها. هنكسر ال3 بيضات في البولة بتاعتنا، هنحط عليها الفانيليا، وبعد كده هنعد 12 معلقة بمعلقة الأكل، 12 معلقة سكر، 12 معلقة بالمظبوط. عد 1 2. بعد كده هنضرب البيض والفانيليا والسكر لغاية ما يصير القوام غليظ نوعا ما او يتقل تحت ايديكي، ولونه كده يفتح ويبقى القوام تقيل والسكر داب. هنحط في الوقت ده 12 معلقة من نفس المعلقة طبعا 12 معلقة لبن. هنعد 1 2 3 4 لغاية 12 معلقة. انا سبت معلقة زيادة علشان لما احط الكاكاو هيحتاج ان انا اخففه برضو بمعلقة زيادة، لان انا كنت حاطة 13 معلقة لبن، وبعد كده 12 معلقة زيت. يبقى 12 معلقة لبن و12 معلقة زيت، وحطينا 12 معلقة سكر لغاية دلوقتي. بعد كده هنقلبهم ونضيف كوباية الزبادي، ونقلب كل المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما تتجانس. وبعد كده هنعاير الدقيق. دلوقتي هنضيف الدقيق نعايره 1 2 3 4. هنعاير 12 معلقة مظبوطين مليانين من الدقيق. خلاص هننخلهم انا عشان اأكد ان موضوع نخل الدقيق ده ضروري. بعد كده هنضيف 12 معلقة دقيق على الخليط بتاعنا. 12 معلقة، عدوا 12 معلقة، وهكتب لكم في الكابشن الوزن بالجرامات. يبقى هكتبه لكم بالمعلقة. 12 معلقة دقيق هيطلع حوالي 180 جرام، فهكتب لكم الوزن بالجرام وبالمعلقة في الكابشن اللي يحب يعمل الوصفة بالميزان. بعد كده هنحط باكل بيكنج باودر وعليه الليمونة بتاعتنا الضروري، ممكن تبقى خل بس انا بحب اضيف الليمون احسن من الخل، بتدي هشاشة اكتر للكيكة. بعد كده ضفت نص كوباية الجوز الهند ودي اختياري، يعني ممكن نستغنى عنها بس عشان تدي نكهة مختلفة للكيكة. ممكن نصب الكيكة على كده في القالب بتاعنا المدهون ومعمول طبعا حط عليه ورقة زبدة. اي قالب عندك، اي صينية هتنفع، مفيش مشكلة خالص، مدورة مستطيلة مفيش مشكلة. انا سبت حوالي نص الخليط، وضفت عليه معلقة الكاكاو ومعلقة اللبن اللي انا كنت سايباها على جنب، وهضيفه علشان يبقى كيك فانيليا بالشوكولاتة. بس الفانيليا هنا كده عندي انا بطعم الجوز الهند، ممكن تستغني عن الجوز الهند لو هو مش موجود عندي. بعد كده ضفت الشوكولاتة، هقلبهم مع بعض، وهحط الكيكة في فرن. طبعا قبل ما ابدأ اشتغل بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، يعني نص درجة الحرارة بتاعة الفرن هي اللي اشغلها قبل ما اشتغل خالص. بعد كده بتاخد 50 دقيقة بالظبط وتطلع معاكي كيكة بالجمال ده.
ما تفتحيش على الكيكة قبل 50 دقيقة علشان ما تهبطش منك. قبل 50 دقيقة بتاخد 50 دقيقة ظبط على درجة حرارة متوسطة في الرف في الوسطاني. وبعد كده بنطلعها نسيبها تبرد شوية. على فكرة انا قطعتها وهي سخنة، هتطلع معاكي كيكة بالجمال والروعة دي. مفيش اسهل من كده. وممكن بدل المضرب الكهربائي نستخدم الخلاط، مفيش مشكلة خالص. هتطلع معاكي احلى كيكة هشة. جربوا الوصفة، قولولي رأيكم في التعليقات. دي الوصفة الألمانية الأصلية للإنجليش كيك اللي بيستخدموها الألمان. اكتبولي رأيكم لو جربتوها، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.